انضم إلي عبر الهاتف من كوفنتري رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض. سيد رامي عبد الرحمن، أهلا بك. ما الذي يعنيه ما يسمى إذن ما سمى أو نفسه بالمجلس الشرعي في محافظة حلب عبر حالة الاستنفار في مقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية؟ هل سنشهد حربا حامية الوطيس بين المعارضة المسلحة وتنظيم الدولة في هذه المنطقة؟ نعم، المعارضة السورية أو الفصائل السورية المقاتلة المعارضة والفصائل الإسلامية وجبهة النصرة هي على تشتبك بشكل عنيف مع تنظيم الدولة الإسلامية منذ عدة أيام في ريف حلب الشمالي بعد هجمات نفذها هذا التنظيم على مناطق في صوران، محيط مارع، بلدات أخرى وقرى أخرى، وحالات إعدام نفذها أيضا هذا التنظيم بقطع رؤوس عدة مقاتلين جرى أسرهم من قبل هذا التنظيم. أي أن التنظيم يحاول التمدد والوصول إلى معبر باب السلامة والسيطرة أيضا على خط أو طريق الإمدادات الذي يأتي من تركيا باتجاه مدينة حلب. على ما يبدو أن التنظيم أيضا هو يخاف الآن من المجموعات التي تدربها الولايات المتحدة الأمريكية، التي من المزمع أن تدخل الأراضي السورية وتقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في حلب خلال الأسابيع المقبلة أو خلال الشهر القادم. لذلك التنظيم يريد أن ينفذ ضربة استباقية على حساب الفصائل الإسلامية والمقاتلة بعد الهزائم الكبيرة التي يمنى بها على يد وحدات حماية الشعب الكردي، سواء في محيط كوباني أو في الحسكة. طبعا وحدات حماية الشعب الكردي هي مدعمة بعدة فصائل مقاتلة سورية عربية ووحدات ومقاتلين أكراد آخرين، وأيضا بطائرات التحالف العربي الدولي وطائرات التحالف الدولي وليس العربي، لأن الولايات المتحدة هي الرئيسية التي تشارك في قصف مراكز تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. الآن الاشتباكات على أشدها في تلك المنطقة، استماتة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية التقدم في الريف الشمالي، نجح في صوران، فشل في مارع، والاشتباكات لا تزال مستمرة في تلك المنطقة. شكرا لك رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان على كل هذه التفاصيل.